شعار تازه قبل غزة، شعار عملوه المغاربة باش يقولوا أن الأولوية للوطن، وخاصة في القضية ديال الصحراء اللي هي كتعتبر القضية الوطنية الأولى، في مقابل القضية الفلسطينية اللي حتى هي المغاربة كيهتموا بها وكيعتبروها من القضايا الكبيرة اللي كيناضلوا من أجلها وكيدافعوا على حق الشعب الفلسطيني. ولكن اللي عمل خلل في التفاهم بين المغاربة هو الإيديولوجيات السياسية، خاصة زوج ديال الإيديولوجيات خلقت واحد اللخبطة وخلقت واحد النوع من الخلط والتضليل اللي أدى لهذا النزاع بين المغاربة وهذا الخلاف اللي ما كانش خصو يكون أصلا، لأن كل قضية عادلة خاصها المساندة. هاد زوج الإيديولوجيات هما الإيديولوجيا القومية العربية اللي اعتبرت أن القضية الفلسطينية قضية العرب الأولى، بمعنى تعلو تسمو فوق القضايا ديال البلدان والأوطان اللي اعتبروها مجرد أقطار مصطنعة. وبما أنهم كيعتبروا القضية الفلسطينية قضية العرب الأولى، فإذا تصبح في كل بلد أو قطر من ذيك الأقطار كتصبح القضية الفلسطينية هي الأولى سابقة على قضايا الوطن. ومن هنا نحتو هذاك الشعار ديال القضية الفلسطينية قضية وطنية. الإيديولوجيا الثانية اللي خلقت هذا الامالغام، خلقت هذا النوع من الخلط، موضوع تازة قبل غزة، هي الإيديولوجيا الإسلاموية. هذه الإيديولوجيا الإسلاموية ما كتقولش أن القضية الفلسطينية قضية العرب الأولى، بل كتعتبرها قضية الأمة الإسلامية. هنا كيدخل واحد المفهوم آخر وسعوا شوية بعدا ردوا أن قضية ديال المسلمين.